السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربة تحسين الموتوسيكلات. ازيكم يا رجالة عاملين ايه؟ الفيديو ده كده على السريع عن الناس اللي خايفة على موتوسيكلاتها، الناس اللي شغالة في طلبات، الناس اللي شغالة في الشحن. عشان أنا عملت فيديو قبل كده ومش عارف يعني الناس لقيت كمية سرقات للموتوسيكلات بطريقة يعني حرام. يعني الناس دي مش خايفة على موتوسيكلاتها. يا جدعان بالله عليكم حافظوا على موتوسيكلاتكم شوية. الأسعار دلوقتي بقت مولعة نار، والموتوسيكل اللي بيروح يا عالم بتعرف ترجعه ولا لأ؟ يا جدعان والله العظيم حاجة بسيطة أوي أوي أوي. المشكلة إن كل الفيديوهات اللي باشوفها عن سرقات الموتوسيكلات اللي مسجلاها كاميرات المراقبة وكده، انتوا كده شوفوها هتلاقوا أكتريتها بسبب حاجة تافهة جدا. يعني اللي بينزل يسيب الموتوسيكل بيسيب الجدون مفتوح، الموتوسيكل دوت بتاع ابني، بس أنا مثلا هو راكنه هنا في الجراج فسايب الجدون مفتوح. فانا لقيت فيديوهات يعني الناس بتركن كده الموتوسيكلات في الشارع، ينزل مثلا ان هو هيجيب حاجه والجدون يبقى مفتوح كده، خلاص هو بيجي بيروح قاطع الضفيره من هنا وخلاص شكرا، يروح مدور ويروح ماشي. يا باشا نزل تجيب حاجه، اقفل الجدون. خلاص قفلت الجدون انت في مكان عام، مش فيش واحد مثلا يجي يكسر بقى الجدون. يعني الجدون لو مقفول كده عشان يقدر يمشي لازم يكسر الجدون عشان يقدر يجري بيه. فهو في وسط الناس مش هيكسر الجدون ويروح جاري، هيخاف. الحرامي اجبن مما تتخيلوا. الحرامي يعني انا اللي خلاني عملت الفيديو ده، انا شفت بقى فيديو لواحد حاول يسرق المكنه ما عرفش، يعني قطع الضفيره وكسر الجدون وعمل كل حاجه وما عرفش عشان كانت العجله من ورا متكلبشه. فانتوا ليه ما تحافظوش على المكنه وبحاجه بسيطه؟ يعني انا اول ما يوسف جبت لابن المكنه، نزلت تاني يوم رحت جايب له القفل ده اهو، قفل اهو 60 جنيه ولا 70 جنيه ولا 80 جنيه، قفل ملوش لازمه فاهمني في نظرك انت، لكن قفل زي كده مش هيخلي العجله تلف. خلاص هتدقر هنا في الدشمه بتاعت الفرامل، العجله كلبشت مش هيعرف يتحرك بالموتوسيكل. كده الحرامي خلاص بالنسبه له بقت هو عايز حاجه سهله يعرف يجرها ويمشي، حتى لو ما عرفش يدورها هيزقها ويمشي. فانتوا ليه تستهونوا؟ يعني مكنه دلوقتي سعرها داخل في 38,000 غير ترخيصها، حته قفل خلاص حافظت بيها دي. هو ربنا الحافظ وربنا هو الستار، بس انت ليه ما تعملش اللي عليك؟ يعني لما طبعا عارفين قصة الصحابي اللي سأل الرسول وهم داخلين المسجد يسيب يعني ال- الحاجة اللي هيركبها اللي هي الناقة الحمار بتاعه أو الحاجة زي كده، قال له أعقلها أم أتركها؟ أعقلها أم أتوكل؟ أعقلها أم أتوكل؟ يعني يعقلها دي جاية من العقل اللي هو يربطها، أربطها أم أتوكل؟ فجت الرد بتاعه اللي احنا عارفينه دلوقتي والناس فاهماه غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اعقلها وتوكل، يعني اربطها وتوكل. خلاص اعقلها يعني اربطها، يبقى انت كده عملت اللي عليك، وتوكل امشي خلاص سيبها، ربنا بقى هو الحافظ. انت متخيل مثلا ان مكنه زي كده حته قفل هيخلي الحرامي يبقى صعب عليه ان هو يزقها لازم يشيلها؟ هو الحرامي بيبقى عايز حاجه سهله، عايز سرقه سهله، بالذات لو هيسرق في الدنيا مثلا بالليل قوي او الصبح بدري قوي، يبقى عايز حاجه سهله يجري بيها، معاه واحد بموتوسيكل تاني يزقه بيها اي حاجه، المهم تبقى سرقه سهله. لكن حاجه زي كده بتعجزه بتخليه يسيب المكنه ويمشي. فعشان خاطري حافظوا على الموتوسيكلات بتاعتكم، مش عشان مثلا تستخسر ولا تستهون بحاجه زي كده تضيع المكنه كلها. ربنا يحفظكم ويحفظ المكن بتاعكم من السرقة يا رب، ولا عمري أشوف فيكم يا رب أي مكروه. وأشوفكم في فيديو جديد ومعاكم في التعليقات لو محتاجين أي حاجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.